شعرك كبير صغير، ده انا اللي شعري كبير. شعرك ايه؟ طب بتصور كده ازاي؟ ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ بقول ايه؟ بتقول الشعر كبير مش كبير والكلام ده. انا شعري كبير والله. شعرك صغير يا ابني. بالنسبه لي صغير، انا بالنسبه لي عادي يعني. لسه قدامي 3 سنين على المحل. لا انا هطلع بكره. نويت ما انت قبضت بقى خلاص. اعمل ايه؟ ايه بقى عاوز تتكلم في ايه بقى؟ والله يعني ولا نقعد نتفرج على نفسنا كده وخلاص؟ لا انا حابب اتكلم يعني في ماتش الزمالك النهارده يعني. واحيي كابتن مهدي الجمال، لان الزمالك طبعا فيه مشاكل ماليه كبيره وفي لعيبه مصابه كبيره، ورغم كده بيأدي اداء كويس، بيعرف يكسب ان شاء الله. هو لعب الا ماتش معانا. هو ماتش يعني في الدوري يعني. ايوه بس انت بتقول حقيقي يعني لو خسر النهارده التحيه زي ما هي؟ لا طبعا اشوف السلبيات واتكلم فيها. انا بتكلم يعني هنسلخه؟ اكيد طبعا. ايوه انا ما قلتلوش بحيي. لما يكسب مثلا نسقف له ونقول بطوله ويجي مثلا ان شاء الله نقابل. احنا برضه الجمهور طيب شويه، بنفرح لما الزمالك بيكسب. مش معايا انت كده. احنا كنا بنفرح لما شيكابالا كان بيجيب جول، كانها بطوله. بس كده خلاص. على رايك. ما تقولش من ماتش ومش ماتشين وبطوله والكلام ايوه. اتفضل. مش لاقي كلام تقوله. احنا لسه الماتش ما بدأش ومش عارفين التشكيل، واحنا في مشوار دلوقتي ان شاء الله نروح دلوقتي نشوف التشكيل ونتكلم في كل حاجه يعني. انت عاوز معتمد جمال يكمل ولا يمشي؟ في حاجه عاوز اتكلم فيها بس يعني. اتفضل. امام عاشور رد على التموده لسه. انت بتستظرف. بتستظرف، ده حقيقه. هم اللي قالوا كده مش انت بتستظرف. وبعدين احنا طب واحنا مالنا ومالهم؟ ما احنا اتفقنا ما نجيبش سيرتهم. ماشي، انا قلت حاجه غلط. مش ده حدث. قابل انت بقى. مش ده حدث. امام عاشور رد والراجل كان عنده برد وخلاص. يعني رد عاديه يعني. ما فيهاش حاجه. براحتك. لا انا ما قلتش حاجه غلط. انت حر. قابل اللي جاي. نادي القيم والمبادئ. وبعدين بياخدوه على ليمون ادب. قابل بقى يا فكر انت واكرامي علشان يعني على فكره كان اكرامي وفكري وولاد فؤاد سلخوك في فيديو. لا مش سلخوك. حبيت افكرك. لا اكرامي دي خلي بالك بيتكلم غلط. وقال انا سمعت فيديو خلي بالك بيقول لك يا كابتن دي لائحه والمدير الرياضي بتاع الزمالك مضى عليه. ايه المدير الرياضي؟ المدير اللي هو ماسك الشؤون يعني والكلام. يعني هو المدير الرياضي فعلا بيراجع اللائحه والكلام دوت ويعرض على رئيس الاداره وبيمضي يعني. حابب تقول لاكرامي ايه بقى؟ فكري ولاد فؤاد. بص الراجل كله الاحترام، كلهم لهم الاصدقاء ولهم. لا سيبك من كلام الحنبوصي، احنا مش قاعدين مع ابراهيم فايق. اغلط على طول. ماشي. هو بيتكلم بيقول لك انت ماضي على بس ما تغلطش شتيمه يعني. مش هغلط ولا حاجه. هم بيقولوا انت ماضي على اللائحه، بتقول ان اللائحه 3 بونت و6 بونت. جبت يا كبير. لا هم ماشي. ما تتوههمش بقى. انت جبت الثالثه دي منين؟ اتفضل يا كبير. بيتكلم بيقول المدير مضى على اللائحه. ليكن كلامك صح يا اكرم. اللائحه بتقول 6 بونت و3 بونت. احنا ما خلصناش، ده احنا شتمنا احنا الماتش اللي فات. بقول اللائحه هو بيتكلم عليا. بيقول لك مش انت اللي ماضي يا عم. انا ماضي بس رابطه الانديه كانت بتقول الاهلي لو ما راحش الماتش هخسر 6 بونت. بيراميدز. لا انا بتكلم على ماتش على ماتش الاهلي. ماتش الزمالك لو اللي قالوا الماتش مع الماتش هيطبق عليه اللائحه. بدليل بعدها ب3 4 ايام رابطه الانديه طلعت قرار خصم الاهلي 6 بونت. بعدها باسبوعين رجع 3 بونت. قالت في ظرف القهري. انت معترف بالظرف القهري يا كابتن؟ ايوه. ايه هو الظرف القهري؟ الجو ما مطرش ولا كان في رعد ولا كان في برد. بس هو كده يبقى دي مجامله بقى. انت جاي بتتريق عليهم. هرد على قابل انت حر. بقول كده والله فعلا رد عليه بس بالاخر يعني. نشوف رد فعلهم. وبعدين اقول لك على حاجه، هي اللائحه بالمزاج هنقي الثلاثه وهنقي 6. طب ماشي طب 3 لما جه رمز قال لك هنسحب. قلت 6 بونت ليه؟ عشان ده برد. يلا بقى انا بقى عشان